تخيل تقدر تكسب فلوس جامدة لانك بس بتعرف تطلب من الاي اي بالطريقة الصح. زمان كنا بنقول اللي معاه شهادة قوية يكسب، دلوقتي اللي معاه السؤال الصح هو اللي يكسب. مع تطور الاي اي اللي حصل في الفترة الأخيرة ظهرت وظيفة جديدة وهي البرومبت انجينير، وده وظيفته ان هو يبعت للاي اي الرسالة اللي تخليه يجاوب عليك ويديك افضل نتيجة. الاي اي بيعرف يعمل حاجات كتير جدا، بس للأسف انت لو اديته السؤال الغلط هيجاوب عليك إجابة غلط، لكن لو طلبت الطلب الصح هيديك أحسن إجابة عنه. الاي اي زي أي آلة ضخمة بيعرف يعمل حاجات كتير جدا، بس لو طلبت منه الطلب غلط هيديك نتيجة أسوأ من الطلب بتاعك. لكن لما تطلب صح هتتحول الآلة دي لأقوى مساعد عندك. يعني في واحد بيقول اعمل لي بحث فبيطلع له نتيجة مش أفضل حاجة خالص، ولكن في واحد تاني بيقول اتصرف كخبير اقتصادي بناء على البيانات كذا وطلع لي تقرير معين بأمثلة موثوقة، فالنتيجة بتكون أفضل حاجة. الموضوع مش بس تكنولوجيا، لا، إنك تطلب الحاجة بدقة كبيرة وتدي له أمثلة وتقول له على شكل النتيجة اللي أنت متوقعها، وبالتالي هيديك أفضل نتيجة عنه. وده زي المذاكرة، الموضوع مش بس بالكم، لا، هي كمان بالكيفية. فهتذاكر ازاي هتفرق كتير جدا في النتيجة اللي انت هتوصل لها. يعني من الاخر كده المستقبل مش للناس اللي بتشتغل كتير وبس، لا، الناس اللي بتعرف توجه وتركز هي هتشتغل ازاي بالظبط. انا كوساي شتاين وهعلمك ازاي تكتب برومبت مناسب للاي اي عشان يشتغل عندك.